الرئيس الفار بشار الأسد بتصريح حصري يقول: لو أعرف الشرع بده يزور روسيا ما طلعت بالثورة. وأسماء ترد عليه بقولها: قلت لك لا تطلع، ما سمعت كلامي. ليرد عليه الأسد: والله أغروني يا أسماء بسندويشة الملوخية. وفي خضم هذه التطورات رصدنا أكثر من 999 ألف بوست على مواقع التواصل يخرج من هذه المناطق يتضمن هاشتاج يا ريت ما شاركنا بالثورة. وفجأة كل الشبيحة والنبيحة تضامنوا مع معاناة الشعب السوري من القصف الروسي وطلعوا إنسانيتهم المشلخة، مع أنه أقل بوست من واحد منهم قبل كم سنة كان: اقصف بالكيماوي يا قائدنا يا مشلحنا الغالي. وخلال هذه الأثناء ريم أبو قمرة مذيعة العربية المفلفلة شافت أنه صار لزمان ما طلعت الترند. مظلوم عبدي سيحضر؟ نعم. وفجأة مظلوم عبدي سيحضر؟ فقالت: خلينا نركب ونشوف شو حلال عليهن حرام علي كمان أنا مفلفلة. فقررت تتهاضم وتقول بشار الأسد بدل الشرع. الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس السوري أحمد الشرع، على أساس قالتها بالغلط، بس كذابة صار لها يومين عم تتدرب عليها قدام المراية. أما فرح يوسف قررت تحلق خارج المحلق وطلعت تحكي لنا عن رفقاتها قديش عم ينزعجوا من أصوات المفرقعات خلال حفلات جمع التبرعات، وإنه هذا الشيء لا إنساني ولا أخلاقي. أنا عندي رفقاتي بحلب كتير مزعوجين من كثرة الفعاليات والاحتفالات، لأنه دائما بشكل مستمر في ألعاب نارية. كمان مع حق الواحد بيكون قاعد عم يحشش ويسكر ودافع اللي فوقه واللي تحته وعم يسافر بين المجرات، بيطلع صوت مفرقعات بيطير له السكرة وبيرجعه على الأرض. وأما ماهر شرف الدين شاف سوق اللغات ماشي وعال العال، فقرر يطلق برنامج باللغة الروسية ليقول لبوتين وللشعب الروسي الذي يتابع أخبار جبل باشان الجوعان الفجعان. The question now is, why did they do it? Why did they do it? Why did they do that?